بعد إعداد السيارة المسيرة عن بعد والمحملة بالمتفجرات، تنفيذ التفجير. نطمئنكم، لن تكسروا كرامتنا مهما فعلتم. يا أبطال، يا أبطال، يلي حميت الوطن، الله يرحمكم كلكم يا شهداء الوطن، يا شهداء الوطن انتم اللي بتدافعوا عن وطنكم وعن رئيسكم، عن حبيبكم، عن شرفكم وعن فلوسكم وعن عرضكم. يا أبو طالب، يا حبيبي، يا أبو طالب، شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ حبيبي يا شريف، يا شهم، يا صاحب النخوة، يا صادق، يا حبيبي يا ابو العيال. الله يخلينا اولادك، يخلينا صالح. على مبدأك بدي امشي ابنك يا حبيبي، مثل ما ربيتك بدي اربي ابنك وربيت اخوك، الصدق والاخلاص والمحبة. انت والشباب هذول كلكم الله يسعدكم، يجعل مواكم الجنة يا شهداء. بنرفع عروسنا فيكم، احنا بنرفع عروسنا فيكم. ما متوا، انتوا معانا، وين ما درنا انتوا معانا ماشيين. انت اللي بدك اياها هاي الشهادة. قل لي يا امي اني بدي استشهد واني نظيف، وانت نظيف الحمد لله رب العالمين. ويا امي يا سوريا ودمعاتك خبيها، لما بتعطش فداها الروح بالدم الغالي منسقيها، بالدم الغالي نسقيها. وهي رجعت لك يا أمي، ضميني بترابك ما عاد فارق ولا لحظة. ضميني يا أحلى وأغلى أم بالدنيا. التحية دائما لأرواح الشهداء الأبرار، والتحية الأكبر لأمهاتهم وزوجاتهم، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر دائما. المشهد مؤثر جدا أستاذ رفيق، ولكن يعني في الوقت المتبقي لدينا نشرح هذا المقطع الهام جدا والذي تابعناه. سأدع لك يعني كل الشرح، ولكن من كان يتكلم مع من في هذه المكالمات؟ بس بداية يعني تعليق سريع على هذه المرأة. أنا بدي الناس تشوف من هم نساء وأمهات أهالي درعا. نعم. هذا نموذج عن أهالي درعا الأوفياء لوطنهم، اللي وقفوا إلى جانب وطنهم في السراء والضراء. نعم. فلا أحد يعتقد أن أهل درعا يقول